عيب. انا بقولها على الملأ من خلال استقصاءات واستطلاعات. الشعب المصري رافض رفضا تاما كل هذه الاتجاهات السياسية التي لا تعمل من أجل الوطن، لأن الشعب عارف مين اللي بيشتغل للوطن ومين اللي بيشتغل لحساب نفسه. الناس بقت فاهمة كل حاجة. القنوات الفضائية اللي قابضة فلوس من الخارج وشغالة الناس عارفاها. الجرايد، وسائل واللي فيها مجموعة من الجهلاء اللي مش عارفين مصلحة بلدهم فين، واللي انا قلت لهم 100 مرة اتعلموا من الاعلام الاسرائيلي. يا خرابي، الواحد جاله اكتئاب نفسي. يعني انا زعلان وقلبي بيقع من صدري. انكشفوا امبارح في يوم الجمعة، محدش راح ابدا. يقول لك ده اعداد بالالوف، لا طبعا، اللي راح اعداد بالمئات. المئات، انا عيوني كانت موجودة في كل مكان، مئات. ولكن انا بقول للمجلس العسكري وبقول للامن المصري: ايها المجلس العسكري، ايها الجيش المصري، ايتها الشرطة المصرية، اللي حصل امبارح ده اسمه خداع استراتيجي. خلوا بالكم، اللي حصل امبارح اسمه خداع استراتيجي. هم قعدوا عملوا تحضير غير عادي على الانترنت وكيفية أسر المجموعات من القوات المسلحة وكيفية الاستيلاء على معدات القوات المسلحة وعلى المدرعات والدبابات. تخيلوا لما يبقى ناس بتقول ازاي هنسرق الجيش بتاعنا. تسرق نفسك يا ابني. بتاع الجيش ازاي توقف العربية وتسرقها وتأسر ضباط الجيش والعساكر والضباط الصف؟ ده يوم ما تعمل كده يبقى انت بتدمر الجيش بتاعك، ده انت بتكسره. عايز تكسر القوات المسلحة؟ عايزين ايه عايزين ايه من البلد يا اخوان؟ عايزين ايه؟ حرام حرام. السرقة انتشرت في البلد بطريقة غير طبيعية بسبب الايه؟ بسبب العجز الامني، مش الغياب، بسبب العجز الامني. ومن المسؤول عن العجز الامني؟ انتم يلي عاملين لي فيها 7 رجاله، اللي عمالين يطلعوا على الفضائيات، واللي عمالين يقولوا لك حقوق الانسان، واللي عمالين يقولوا لك الشرطه ضربت قنابل مسيله للدموع. الله، يعني امال تعمل ايه؟ لو ضربت خرطوش يقول لك موتت الناس، لو ضربوا واحد يقول لك ده اعتدوا على واحد. طيب بيطلقوا الغزال مسيله الدموع عشان يفرقوا الناس تمشي. لا، مش عاجبهم. عايزين الشرطه تقف زي الاصنام، تبقى منتهيه امرها تماما. علشان ايه؟ عشان يبرطعوا في البلد. البلد دي ملك ال 85 مليون، مش ملك ل 30 40 نفر. يا عم الحاج خليهم 3000 نفر. البلد مش ملك 3000 موتور، 3000 دماغه ضايعه، مش عارفين الصح فين والغلط فين. اللي حصل امبارح له تفسيرين 2 بس: اما ان هم رفعوا الاستعداد قوي 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 وجم يوم الجمعه ما عملوش حاجه علشان الاجهزه الامنيه والجيش يرفع الاستعداد. الخطه اللي كان بيعملها انور السادات في الاسرائيليين، ده احتمال. الاحتمال الثاني ان هم فشلوا،
ما عرفوش يجمعوا ناس، فبدأوا يعلنوا تراجعهم. في جميع الحالات الشعب صاحي، الشعب حاططكم تحت عينيه، وصندوق الانتخابات هيعرفكم ان انتوا مالكوش قيمه. وبكره لو انا توقعاتي غلط قولوا لي، وبكره نقول واجهوني، تعالوا واجهوني على الهوا. الشعب المصري حط في دماغه مصلحة بلده اللي هي مصلحته، انما انتوا كلكم، كل التيارات السياسية اللي موجودة، سواء كانت تيارات بترتدي عباءة الدين، او تيارات بترتدي عباءة الامريكان، او تيارات بترتدي عباءة الاوروبيين، كل التيارات بقت مكشوفة للوطن، كله مكشوف. الفلاح المصري اللي عنده ذكاء فطري، سكر و2 كيلو رز وكوبايتين شاي. خلوا بالكم يا اخوانا، خلوا بالكم يا سيادنا، جماعة الفلاحين اللي انا منهم، بقول لهم خلوا بالكم، اوعوا تنتخبوا الناس دي، لان انتخاب الناس دي معناه ان البلد راحت في طوكر. عارفين يعني ايه طوكر؟ احنا الفلاحين عارفينها، يعني راحت في غيابات الجب، دخلت البلد نفق مظلم. اذا كنا لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم وبيهددوا من المؤسسة العسكرية. مش مكسوفين من نفسهم لما يهددوا المؤسسة العسكرية؟ المؤسسة العسكرية اللي كل التخطيط تدميرها. امريكا عايزة تتخلص من الجيش المصري، اسرائيل عايزة تتخلص من الجيش المصري، الاوروبيين عايزين يتخلصوا من الجيش المصري، الامبريالية العالمية والصهيونية العالمية تريد ان تدمر الجيش المصري كما دمرت الجيش العراقي. انتوا بقى بتساعدوهم. الافنديه اللي طالعين لي بتوع الاخوان المسلمين وبعض التيارات اللي بتقول ان هي اسلاميه والاسلام منهم براء، بيهددوا الجيش، بيقول لك قدمنا شهداء وعلى اتم الاستعداد لتقديم مزيد من الشهداء. شهداء ايه؟ وانتوا اللي قدمتم دول شهداء؟ ده انت النبي محمد عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ لو مسلم قتل مسلم الاتنين في النار، لان القاتل كان حريص على ان هو يقتل المقتول، والمقتول كان حريص على ان هو يقتل القاتل، فالاتنين في النار. يبقى انتوا بقى قدمتوا شهداء فين يا اخوي؟ شهداء ايه يا ابو شهيد؟ ده النبي محمد، ده كلام من النبي، ده كلام الدين بتاعه. هو كمان الواحد ساكت وما رضاش يتكلم، وساكت في موضوع الشهداء ومش راضي يتكلم؟ لا، انا هقول لكم بقى، في رأي الدين ما فيش شهداء، كل دول مش شهداء، لان القاتل والمقتول كانوا احرص من ان كل واحد يقتل اخوه، والاتنين مسلمين. اللي قتل هيدخل النار والمقتول هيدخل النار، الضباط اللي موتوا الناس هيدخلوا النار، والناس اللي ماتت هتدخل النار، الاتنين داخلين النار. ايه، ومفيش حد يقول كلمة الحق في الزمن ده؟ ما لعن الله قوم تاه الحق بينهم. ارحمونا بقى.